يونس. وللمزيد معنا من هناك الناشط الإعلامي محمد الحسن الناطق باسم فريق نبض الساحل. أهلا بك محمد. أهلا بك. نعم، إذن اشتباكات وأنباء عن تقدم للثوار في اللاذقية، حدثنا عنها. نعم، اشتباكات عنيفة حدثت يوم أمس بين فصائل الجيش الحر وميليشيات النظام المدعومة بعناصر أجنبية وروسية في محاولة لكتائب الثوار التقدم نحو قرية غمام الاستراتيجية بعملية نوعية رائعة قاموا من خلالها بالدخول إلى القرية وقتل وجرح العشرات من ميليشيات النظام واغتنام دبابة وآلية هندسية في محيط القرية، حيث قاموا باستهداف دشم ومحارس قوات النظام في تلة بكداش بقذائف الهاون وقذائف مدفع جهنم. واستهداف تجمعات ميليشيات النظام المدعومة بعناصر روس وإيرانيين بالرشاشات الثقيلة، ومن ثم انسحبوا من القرية. بعدها جن جنون النظام فقام بقصف القرية بالقنابل العنقودية والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، عداك عن الغارات التي استهدفت محاور الاشتباك، مما أدى إلى استشهاد 4 مقاتلين منهم الشهيد أبو سليم اللادقاني والشهيد أبو عبد الله دورين والشهيد غيث بوبو. كما يحاول النظام المدعوم بعناصر روس التقدم نحو محور الجب الأحمر، استطاع الثوار بالتصدي له وقتل عدد من الجنود التي كانت تحاول الاقتحام. بعدها قام الثوار بعملية نوعية واستطاعوا من خلالها استرجاع إحدى التلل التي تقدمت إليها قوات النظام في محور الجب الأحمر، وتمكنوا من قتل عدد من عناصر النظام التي كانت تتمركز بها. قصف يستهدف قرى المدنيين في جبل الأكراد بالمدفعية الثقيلة المتمركزة في مرصد بارودة وقمة النبي يونس، وقصف يستهدف ناحية ربيعة ومحيطها من مرصد النسر في جبل التركمان. أما على صعيد مدينة اللاذقية سماع دوي لسيارات الإسعاف المحملة بقتلى وجرحى ميليشيات النظام القادمة من محاور الاشتباك في ريف اللاذقية، متزامنة مع سماع عدة رشقات رصاص في المدينة يعتقد أنها تشجيع لأحد القتلى من عصابات الأسد. يحاول النظام والطائفة العلوية بالأخص تهجير أهل السنة في مدينة اللاذقية عن طريق التضييق والخناق عليهم، عداك عن الخطف والسرقة والاعتقالات ونقص الخدمات وانقطاعها كوسيلة لإحداث تغيير ديموغرافي في المدينة عن طريق تهجير أهل السنة وإقامة الدولة العلوية. حيث حدث مؤخرا حملة اعتقالات طالت أكثر من 200 شاب واقتيادهم إما للاعتقال أو الزج لخدمة الجيش ووضعهم في الصفوف الأولى في وجه النظام، في وجه إخوانهم في الجيش الحر. نعم، اليوم سمع من سكنة اليهودية أصوات قصف عنيف متجهة نحو الريف من سكنة اليهودية على أبواب مدينة اللاذقية. نعم، دعنا نعود إلى الاشتباكات في قرية غمامة. إذن دخل الثوار إليها وقتلوا عددا من عناصر النظام ثم انسحبوا، لم تتم السيطرة فعليا على تلك المنطقة. أخي، الاشتباكات التي حدثت يوم أمس هي عملية استراتيجية، عملية نوعية نعم. بين المجاهدين وفصائل النظام، قاموا بدخول القرية واغتنام بعض الأسلحة وقتل ما يقارب 20 شبيح من قوات النظام، وبعدها انسحبوا إلى خطوط الدفاعية الأولى. وما تزال الاشتباكات الآن مستمرة لكن بوتيرة أخف من ما كانت عليه في الصباح. نعم محمد، الجب الأحمر والتقدم الذي أحرزه الثوار هناك، تحديدا أين تقدم الثوار في الجب الأحمر؟ أخي، تقدم الثوار الآن، حاول النظام يوم أمس بالتقدم والسيطرة على إحدى التلال في محيط الجب الأحمر وتلاله. واليوم المجاهدون قاموا بعملية نوعية استطاعوا من خلالها استرجاع هذه التلة. وقد قتلوا ما يقارب 5 شبيحة واغتنموا أيضا بعض الذخائر الخفيفة. نعم، دعنا ننتقل إلى اللاذقية والأحداث هناك واستهداف الثوار لنقاط أمنية تابعة لقوات النظام البارحة. ما هو الوضع اليوم بالإضافة للاعتقالات التي تحدثت عنها؟ أخي، الوضع اليوم بعد استهداف الثوار يوم أمس بصواريخ الجراد، الأوضاع اليوم متوترة جدا في مدينة اللاذقية، انتشار أمني في عدة مناطق وانتشار للحواجز الطيارة، وسجلت عدد من حالات الاعتقال داخل الأحياء السائرة في المدينة. نعم، محمد الحسن الناطق باسم فريق نبض الساحل حدثتنا من اللاذقية، شكرا جزيلا لك.